السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين. يا رب دايما كده تكونوا بخير وفي صحة وفي سلامة وفي بركة. ربنا كده يحقق لكم كل اللي بتحلموا بيه، اللهم امين. خلاص كده ايام معدودة وداخلين على شهر رمضان، شهر البركة وشهر الخير وشهر الصوم والعبادة، شهر كل حاجة حلوة بجد. اللهم بلغنا رمضان ولا فاقدين ولا مفقودين. تعالوا بقى نجهز شوية توابل حلوين كده. هنعمل السبع بهارات، هنعملهم في البيت. وانا نصيحة مني كأخت ليكم، يعني التوابل دي بالذات ما تجيبوهاش بودر ابدا من عند العطار، ولا حتى فلفل كمون، اي حاجات دي ما تجيبوهاش من عند العطار وهي بودر. حطوها حصى وطحنوها عندكم وهتشوفوا الفرق حرفيا. يعني احنا بنتغش جامد، بنتغش جامد جامد. يعني بيتحط فيها بقى بقسماط، يتحط فيها حاجات بيزودوا البهارات بحاجات كتيرة قوي. من ضمن البهارات اللي انا بحب ان انا اعملها في البيت وهي السبع بهارات. تعالى اقول لكم مكونه ايه هي السبع بهارات، مكونه من ايه، وازاي نخلي ريحتها فواحه وتفضل معانا ان شاء الله، حتى تفضل معانا بالسنه نحتفظ بيها ازاي. اول حاجه كده عندي الورق اللورا. تاني حاجه عندي الكوبيبه الصيني، ودي مش عايزه اقول لكم على يعني على جمالها وحلاوتها في التوابل بجد. بتبقى شكل الفلفل الاسود وبتبقى بس على شكل كبير شويه. تالت حاجه وهي الحبهان. رابع حاجة وهي ايه؟ جوزة الطيب. جبت واحدة كده من جوزة الطيب، بتديني برضو ايه، ريحة حلوة وطعم حلو. خلاص يبقى الكبيرة دي جوزة الطيب، والصغيرة شوية كده على شكل فلفل اسود كوبيبات صيني. تمام. يبقى كده ايه، ورق لورا، كوبيبة صيني، وجوزة الطيب. هنشوف الرابعة وهي ايه. الرابعة بقى وهي المستكة. المستكة دي احنا هنحمص كل حاجة وبس، مش هنحمص المستكة عشان لو حمصتيها طبعا ايه هتسيح منك. خامس حاجة وهي القرفة. سادس حاجة وهي زر الورد. اسمه زر الورد، بيتجاب من عند العطار. في حاجة أنا ما قلتهاش، او في حاجة انا قلتها، يبقى هنقول تاني ورق لورا، وكمان الكوبيبة الصيني، وكمان جوز الطيب، وحبهان، ومستكة، وكمان قرفة، وكمان زر الورد. كده السبع بهارات بالظبط. هبدأ بقى ان انا اشيل دلوقتي المستكة في جنب بقى كده، عشان كل البهارات الحلوة دي لازم ان انا احمصها قبل لما ايه، قبل ما اطحنها. اللي وصل معايا لحد هنا يصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وما ينسناش بقى بالاشتراك ويفعل الجرس عشان كل حاجة هتستفادوا منها الأيام الجاية بإذن الله. ربنا يسعد قلوبكم جميعا، ويا رب كده تجعل الأيام كلها خير وبركة، اللهم أمين. هنا بقى كنت بشيل المستكة زي ما أنا قلت لكم عشان مش هحمصها. هنا انا كنت رحت عند العطار وقلت له هات لي ب20 جنيه، وحطها لي كلها على بعضها، يعني كله كده كان حاطه ايه على بعضه. بجد اللي ب20 جنيه هيديني كمية، هتشوفوا في الاخر كمية هتبقى عاملة ازاي. هبدأ بقى ان انا ايه احمص التوابل الجميلة دي لحد اما الريحة بقى تبقى طالعة فواحة كده. عينك بقى عليها وما تسيبهاش بقى وتقولي انا هسيبها كده مع نفسها واروح اعمل اي حاجة، لا، ما تسيبهاش. عينك عليها اقل من دقيقة بالظبط هتطفى عليها، لان هي طبعا ورقيات وممكن ان هي تتحرق منك، يعني لا قدر الله، يعني في ثواني هتلاقيها ممكن يعني ايه بعد الشهر اتحرقت منك. فانتي قلبيها كده اقل من دقيقة بالظبط، واول لما الريحة بتاعتها تطلع خلاص بتدفع عليها وبتشيليها خالص. هنا بقى كنت لقيت حتة مستكة كده فشيلتها يعني. من عشان كده قلت لكم المستكة ان هي ايه ما بتتحمصي مع البهارات. خلاص كده. انا حتى يعني مش مجريه الفيديو ولا اي حاجه، انا وانا معاكم اهو مش هكمل حتى دقيقه وهشيلها من على النار. هي بدأت بقى الريحة تطلع، مش عايزة اقول لكم بجد انضف واحسن واوفر بكتير قوي قوي من عند يعني من انك تجيبيها كده ايه بودر من عند العطار. بجد هتفرق معاكي قوي، وهيفرق يعني الروايح والحاجات الحلوة دي مش بتبقى موجودة في البهارات اللي هي ايه التانية. بجد هتفرق معاكي في طعم الاكل، وجربي بنفسك على نار هاديه زي ما انتوا شايفين كده. خلاص بدأت ان هي بقى ايه خلاص كده ايه اتحمصت وتحس ان هي بدأت تخربش معايا. خلاص بشيلها، ما بسيبهاش ان هي تتحرق. يعني هي ما كملتش معايا حوالي اقل من دقيقه. بجيب بقى المطحنه بتاعتي كده وببدأ ان انا احط بقى المستكه، واحط بقى معاها شويه بهارات، احط بيها شويه شويه كده، واطحنهم حبه حبه.
وكمان جوز الطيب طحنتها هي، يعني كسرتها وحطيت جزء جزء يعني. وهبدأ بقى ان انا ايه اطحن البهارات دي. كان نفسه تكونوا معايا وتشموا الريحة عاملة ازاي بجد، يعني تحفة والله بجد تحفة. اللي علمني الحركة دي ان انا ما اجيبش توابل ولا الكلام ده من عند العطار، والدتي ربنا يديها الصحة قالت لي ما تجيبيش اي حاجة من عند العطار بودر. قالت لي هاتي الحاجة حتى الفلفل الاسود لو انت طحنتيه في قلب بيتك هاتيه كده مطحون جاهز وحطيه جنب اللي انت طحناه في قلب بيتك، هتشوف الفرق في اللون وفي الريحة وحتى في الطعم. من يومها بقى واي حاجه بتخلص عندي لازم اجيب الحاجه حاصه عندي، اذا كانت بقى كمون او فلفل او السبع بهارات اللي انا ما بقدرش ان انا استغنى عنها دي ابدا، ولازم ان انا اطحنها في قلب البيت. ببقى مطمنه ان هي ايه، بقى مطمنه ان هي سبع بهارات فعلا، مفيش حاجه ناقصه، مفيش حاجه كده ولا كده، لا بتبقى حاجه بقى مضمونه قدام عيني. ببدأ بقى ان انا اطحن كل التوابل دي، شايفين جمالها، حاجة كده يعني لوحة فنية بجد. هبدأ بقى ان انا اطحن كل الكمية وارجع لكم. صلوا على النبي يا بنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ما لحقتش اروح في حتة، انا خلصت خلاص هنا بقى، خلاص كنت خلصت كمية البهارات بتاعتي كلها. عايزة اقول لكم الكمية جميلة قوي، الكمية طالعة ب20 جنيه ما شاء الله، حلوة قد ايه. شايفين البهارات يعني شكلها حلو ولونها حلو، بس عاوزين نفتحها بايه بقى؟ معلقة كبيرة من الكركم. احنا بنجيب البهارات من عند العطار بتبقى فاتحه كده ولونها بصراحه بيبقى حلو، فهي معلقه الكركم دي اللي هتودي زياده بقى من عندي، هتودي البهارات بقى كده ايه في حته تانية برضو. وطبعا الكركم مفيد جدا جدا جدا، فوائده لو قعدت اقول لك من هنا لبكره الصبح يعني مش هبطل اقول لك فوائد الكركم. فوائده كتيره قوي وحلوه جدا جدا. بدات ان انا احط بقى معلقه كبيره على التوابل عشان تبدا ان هي ايه تفتحها ويبقى لونها حلو كده. ايه رأيكم بقى؟ اللي بتعمل بقى كده زيي وبتحب التوابل ان هي تعملها على ايدها كده في قلب البيت، تقول لي كده انا زيك يا اميره، بنعمل كلنا زيك يعني. ولا ما بيعملش يعمل ويجرب، صدقني يعني صدقوني هيفرق معاكم كتير. باجي بقى برطمان ازاز اكون بقى غسله كويس ومنشفه خالص، اهم حاجه ما يكونش فيه ميه عشان التوابل ما تبص معاكي وتفضل قاعده فتره طويله. طيب احنا في الصيف وطبعا داخلين خلاص، قصدي على الصيف، والتوابل ما بيبقاش فيها روح قوي، يعني ممكن تبوظ منك. طلعي على قد كده في برطمان صغير، والباقي حطيه في برطمان الازاز ده في قلب التلاجة. شايفين بقى ابو 20 جنيه بس طلع معايا كمية قد ايه. انا بروح اجيب حتى ب5 جنيه، مش هقول لكم بقى، مش هقول لكم ب10 عشان ما بقاش مبالغه، بجيب ب5 جنيه بيديني بس معلقه كده، معلقه كده بس ايه ب5 جنيه، وما بيكملهاش كمان. ما شاء الله ادتني كميه كبيره قوي وريحه ونظافه وحاجه زي الورد كده. جربوها، واكيد في ناس كتير قوي بتعملها، وفي ناس لسه عايزه تتشجع، وانا ايه بقول لكم اهو تشجعوا واعملوا حاجاتكم في البيت هتفرق معاكم في كل حاجه. هنا بقى خلاص وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى الفيديو يكون خفيف على قلبكم واكون افدتكم، ولو افاده بسيطه خالص. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه يا اخواتي، سلام.